جربتي الخلطة الثلاثية؟ كان في خلطة ثلاثية كده زمان دمرت اكتر من 70% من بنات مصر. الخلطة الثلاثية دي كان فيها كورتيزون، وكان الكورتيزون عالي جدا، وكانت البنات بتفرح بنتيجتها في الاول، وبعد كده بتبتدي تشوف اخطارها بعد ما يكون فات الاوان. لو عايزة خلطة ثلاثية مبيضة وتقدري تستخدميها كل يوم وتقدري تستخدميها كمرطب، تعالي ما اقولك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بنعمة وصحة وستر. بناء على طلبات ناس كتير جدا، الناس اللي بتتابعني على كل الابلكيشنز التانية، سواء بقى انستجرام او فيسبوك او اي ابلكيشن، وبتقولي اتكلمي بالراحه. على فكره في الابلكيشن التانية الوقت محدود، فعشان كده بضطر اختصر الفيديو. فالنهارده هقول لك على وصفه حلوه قوي قوي قوي، وتقدري تستخدميها كبديل للمرطب، لان هي اصلا فيها مرطب وحلوه جدا وفيها نسبه مقشر. هتجيبي ايه يا ست البنات؟ هتجيبي 3 انواع كريمات. هتجيبي ازادير كريم مقشر، وهتجيبي سبوتليس ايفا، وهتجيبي ريتش بانسينول. ال3 كريمات دي كفيله انها تغير بشرتك بطريقه سهله جدا جدا جدا. الازادير من الكريمات الحلوه جدا، جل خفيف ومقشر حلو جدا، وبيبيض ويفتح البشره درجتين 3. تمام كده. والسبوتليس ايفا من الحاجات الحلوه جدا جدا، وكله مكونات طبيعيه، فيه لبن زبادي وفي ليمون وفي واثبت كفاءه من زمان، واغلب البنات كانت بتستعمله وجايب معاها نتيجه حلوه جدا. ناهيكم بقى عن الريتش بانسينول اللي انا ممكن اكتب لك فيه مجلدات. الريتش بانسينول، منتجات البانسينول كلها انا بحبها جدا جدا، بس بنات كتير بتقول ان البانسينول الاصدار القديم بيجيب لها حبوب، فعشان كده بقول لك لا، خليكي في الريتش بانسينول مع الوصفه دي، حلو جدا جدا ونتيجته مضمونه جدا جدا جدا. هتجيب ايه يا ست البنات؟ هتجيبي برطمان نظيف ويكون ازاز حلو، تمام كده، وتعقميه، تغسليه وتجففيه كويس، وتحطيه على النار وتسيبيه لما ينشف خالص. بعدين تجيبي علبه الازادرب وعلبه السبوتليس ايفا وعلبه الريتش بانسينول، وتفضيهم كلهم في البرطمان، وتقفليه كويس جدا جدا، وتحطيه في الثلاجه وتستخدميه كل ليله. بس استخداماته كل ليله، لان في ازادرم، واحنا قلنا المقشرات لازم تدخل على البشره بالتدريج. لازم تستخدمي الوصفه دي اولا اول اسبوع كل يوم لمده ربع ساعه، يوم يوم لا، يعني يوم ويوم على حسب تصبغ بشرتك. ممكن تستخدميها كل يوم على فكره، ربع ساعه في الظلام التام، وبعدين تشطفي وتحطي حاجه مرطبه، ما تجيش في محيط العين ولا حوالين الانف ولا حوالين الفم. تمام كده. تاني اسبوع لما يكون الجسم تعرف على الازادرب، تقدري تستخدميها نص ساعه، وبرده ما تجيش حوالين العين او حوالين الانف او حوالين الفم. وبعد كده تقدري تستخدميها على طول، لانها مش مضره خالص، ونتيجتها حلوه جدا جدا، وما فيهاش لا كورتيزونات ولا فيها اي حاجه تلهب البشره. تابعيني علشان اقول لك كمان على خلطه ثلاثيه جميله قوي في كريم واحد حلوه جدا جدا. الكريم ده من الكريمات الحلوه جدا، وانا جربته، بس لسه بجربه علشان اطلع الحبايه دي وهنشوف نتيجته. ولو سمحتي ممنوع للحامل واللي بترضع واي حد عنده حساسيه من اي منتج من المنتجات اللي انا قلتها. الوصفه دي حلوه وامنه، وجربيها. وعشان تتاكدي جربي على التيست، يعني حطي جزء من الخلطه كده صغير قوي وحطيه على المنطقه دي، وسيبي شويه. لقيتي نفسك بتتحسسي او بتهرشي، يبقى هي مش مناسبه ليك. عاده ملهاش اي مضاعفات ولا ليها اي اثار جانبيه. تمام كده. الوصفه حلوه ومفيده، وجربيها. جربي، اعملي سبسكرايب للقناه عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا بينا نشوف الفيديو اللي بعده. ولو سمحتي فضلا وليس امرا التزمي بمواعيد الوصفه. السلام عليكم.